يا ابن عمي مع هاد الحمان كاع رانا نحوسوا غير على الحاجه السهله اللي ما تديش الوقت. جبت لكم فكره عشاء ديروها في بلاطو واحد، تخلطوا كلش في بلاطو واحد وتدمروا الكوشه ويجيكم واحد الحشاب بنين وحلو ومعسل. هاد الوصفه غادي تولي لكم ادمان. هنا نجيبوا حبه بصل نقطعوها هكا دواري دواري، من موراها نجيبوا 4 حبات تاع البطاطا داروا لي كميه كبيره، قسمتها على النص ومن بعد قسمتها ثاني دواري. شوفوا كيفاش تقسموها باش طيب معكم بالخف وما تعييكمش. جبت حبه الفلفله ثاني كانت عندي، تقدروا تزيدوا مام الكروطه، شوفوا الخضره اللي عندكم ديروها. هنا حطيت ديك البطاطا، نزيد مع هذاك البصل نخلطهم مليح، نزيد هذيك الفلفله نمشيها مع هذاك الطبق، ونجيبو هنايا نديرو 3 حبات طوماطيس رابيتهم، شويه زيت، ملح حرور، شويه كركم، شويه سكنجبير، فلفله حمراء، نزيدو واحد الكاس تاع الماء، نخلطو كلش نفرغو فوق هذاك البلاطو. شوفوا راه تفرغوا على كاع لي كوتي باش تدخل فيهم كاع هذاك لاصوص. جيبوا بابي كويسون تاع ميرا بليس كاع ما يخطينيش في الاطباق تاوعي، نقطع على حساب البلاطو تاعي، بقى في شويه ما باش يلصق لي فوق كاع هذاك البلاطو. شوفوا كيما هكا مور ما نغطوه ديشان غادي دروك نروحو نجيبو تاني الالومنيوم توجو تاني من عند ميرا بليس، نبلعو مليح. شوفوا هاد البطاطا طيب معاكم زبده ميم با 45 مينوت تكون طايبه بلا ما راهي طيب على اعلى درجه. جبت 2 حبات بيض، شويه كريمه الطبخ ما عندكمش ديروا شويه حليب، ملح حرور، شويه توابل تاع الجبن. مور ما طابت شوفوا طابت بسم الله ما شاء الله. فرغت فوق هذاك الخليط، زدت فرماج رابي، زدت عليها ثاني فرماج هكا طري، زدت ثاني كان عندي الطون. وانتم بدعوا كيما راكم باغيين، دخلوها تحمار من الفوق وتتحصلوا على اجمل عشاء. بارطاجوا الوصفه غادي تسحقوه. في هاد الحمان قلت لهم لو كان نجبروا ناكلو غير ديسير، وعلى هذيك درت لكم كسره محشيه تدوب في الفم في نص ساعه تكونوا وجدتوها. ما طيبوا حشو ما تعيوا رواحكم مع كاس جي وشويه ديسير وانتم ما تعشيتوا، غير جربوها غادي بزاف تعجبكم. نبداو ب3 كيسان ونص سميد رطب ونص كاس فرينه، تقدروا تستغناو على الفرينه، مغرف خميره الخبز، مغرف سكر، شويه تاع السانوج، ونزيدوا نص كاس تاع الزيت، نبسوه مليح مع ديك العجينه. انا الاولى خلطتهم بعد بسستهم مليح باليد تاعي، من موراها نزيد مغرف صغيره ملح ونلمو بالماء. انا الماء درت لي واحد الكاس ونص هكا، لميتها مليح، دلكتها غير شويه واحد 2 دقائق ولا 3. من موراها شوفوا كيفاش تحصلوا العجينه تكون طريه، درتها في كيس بلاستيكي وخليتها تريح واحد 10 دقائق ميم با. من موراها شادرت قسمتها على 4 تاع الكويرات وتعطينا كميه كبيره وتوكلوا نتوما وتزيدوا معاكم الجوارين. هنا قطعت بابي كويسون بشكل مدور، ورقت هذيك العجينه بسمك يكون رقيق، ونروحوا نجيبوا دروك جيو فروماجيو واللي غادي يهنيكم من البنه. كاين تاع 3 فروماج وكاين تاع الجبن الحقيقي. انا غادي ندير اليوم هذا تاع 3 فروماج، يجي بزاف شباب فيه هكا مملحات. غادي نحله كاع نحطه على ديك العجينه، زدت معها الطوم الفوق، وانتم الحشو اختياري. جيو فروماجيو فكركم بهذيك البنه تاع زمان. نبلع هذيك العجينه كيما شفتوا في لا فيديو، نبلعوا لها الاطراف مليح، ومن موراها نوجدوا كاع هذوك العجينات تاعنا. انا وجدت 4 تاع الخبزات وبديت نطيب بالزوج. السمك تاع العجينه يكون شويه رقيق، الطاجين يكون حامي على درجه حراره شويه متوسطه باش تطيب من برا وتطيب ثاني من الداخل، تحصلوا على اجمل كسره محشيه. كل ما ندير لهم الروز بهذه الطريقه يهبلوا عليه، وغير بكاس ونص روز يخرج لي اكثر من 25 حبه ما تبقاش، خفاف مقرمشين طريين من الداخل وبزاف ينحلوا معاهم في الزيت. اروحوا نعطيكم السر كيفاش يخرج لكم شابين كيما نهار. هنا في مقله نديروا صدر تاع الدجاج قطعته مع الزيت، درت شويه ملح وشويه حرور شويه تاع الثوم، نقليه ونخليه يبرد. هنا نجيبوا ارز رابحه هذا الابيض، عقلوا عليه، ديروا كابتور يساعدكم بزاف في لي كروكيت ما ينحلولكمش في المقله. درت منه كاس ونص، شللته واحد 2 خطرات ولا 3 ونخليه في الماء. هنا نجيب واحد 4 كيسان تاع الماء، نزيد لهم شويه تاع الملح، نخلي الماء يغلي، نزيد فوق هذاك الروز ونخليه حتى يطيب. في لي كروكيت اللي الروز يتعجن شويه، طيبوه شويه فوق اللازم، نزيدوا 2 حبات بيض، الملح حرور لي زيبيس تاع الفرماج، وشويه كركم وشويه سكنجبير. هذاك الدجاج طحنته ودرته مع الروز، زدت الفرماج فوندو، خلطت مليح، عجنت بيدي تعجنوا مليح، نشكلوا كويرات، كل كويره درت في وسطها داخل الفرماج، رمتها في الفرينه البيض والشابير. سر الزاوج الزيت اللي يكون حامي على نار متوسطه، ونبدو نقلوا وما نخربوش الاولى حتى نشوفوهم بداو يحماروا، نبدو نقلبوا فيهم بالمغرف وتحصلوا على اجمل لي كروكيت تاع الروز. غير جربوهم تحقوهم للبحر للخرجات وحتى في الدار تاكلوهم. انا مما يكونش عندي الوقت توجور نحاول ندير حاجه تكون سهله بنينه ونبغيها تاني تكون مشمخه. هنا حكمت البول تاعي، درت فيه 2 حبات تاع البيض، درت نص يوطرو تاع الحليب، يعني 2 كيسان ونص تاع الحليب، توابل نكتبهم لكم من تحت. جبت الفوي تاعي، بديت نخلط فيه هذوك المكونات تاعي باش يدخل داك البيض مع الحليب. زدت 2 كيسان تاع الفرينه بالتدريج حتى دخلوا مليح مع هذاك الخليط، طحنتهم بالبراميكسور
وخليتهم على جهه، درت لهم فيلم ترونسبارون وخليتهم يريحوا. هنا حكمت 2 علب تاع جبن هذاك الطبيعي، درت له لي زيبيس، زدت له كاس الا ربع تاع الحليب، تقدروا ديروا نصف كاس باش ما تجيكمش جاريه بزاف. درتها في الطاوه خليتها تحمى مليح، ومع درت لها الفرماج وخليته يذوب فيها. كانت عندي غير شويه تاع الكفته حكمتها، زدت معاها شويه تاع البطل كنت قطعتها هكا دي بتي كارو، قلبت هذاك الخليط اللي كنت زدت له شويه تاع المايزينا واحد المغرف وخليته حتى يحمى فوق النار، درتها فوق البطاطا باش تجيني مشمخه وشابه. نتوما كانت عندكم كريم فريش ديروها. حكمت هذاك الخليط تاعي درته في المقله حتى طاب على 2 جوايه، ما طيبوش بزاف. عمرت هذوك لي كريب صالي تاعي، عمرتهم هكا بداك الخليط، درت شويه ثاني تاع الفرماج من هذاك اللي بقالي، روليتهم كيما نرولو البوراك عادي، ماشي حاجه كبيره يعني، ساهلين ماهلين. تقدروا ديروهم مثلثات كيما راكم باغيين الشكل. وبعد ما نكمل درتهم في البانينوز، ولا تقدروا ديروهم في مقله مع شويه تاع الزبده وتحمروهم بيان. شوفوا كيفاش يجيو من الداخل. وهذا هو كان الحشا تاعي، ان شاء الله يعجبكم. الا عجبكم ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه وتخلوا لي الكومنتير تاعكم. سلام. مع هاد الحمان على بالي كاع راكم كارهين من الكوزينه، وعلى هاديك جبت لكم البيتزا بالعجينه تاع الفريجيدير اللي كل ما تبحر لي شان ندير حشا نوض نديرها، تجي خفيفه حتى تزلج لكم من يديكم. والوصفه جات اقتصاديه ودير لكم كميه كبيره. كاس تاع الماء يكون درجه حراره المطبخ، 4 مغرف صغيره خميره الخبز، مغرف سكر و2 مغارف كبار زيت. تقدروا ديروا زيت زيتون. نخلط مليح هذوك المقادير، نزيدوا عليهم مغرف صغيره تاع الملح، ولا مو بالفارينه العجينه اللي قد تكون طريه نخبطوها غير هكا بالمغرف، نزيدوا لها زيت زيتون قد تكون شويه تتلصق باش العجينه تاعنا تجي طريه وخفيفه. هنا نحكموا الفيلم اليمونتير تاعنا من عند ميرا بلوس، غادي نحطوا فوقها العجينه وندخلوها للفريجيدير واحد النص ساعه 45 دقيقه كيما تبغوا. مهم تريح شويه، نروحوا نوجدوا الحشو بما ما ريحت. هنا نجيبوا البصل، زدت لها سكالوب، تقدروا ديروا اي حشو راكم باغيينه، نزيد له ملح وحرور، شويه فلفله حمراء وشويه توابل تاع الجبن وتاع الدجاج اللي عندكم. غير يطيب نقلعوه في نفس المقله، نديروا كاس كريم الطبخ لما عندكمش، ديروا مغرف فرينه مع كاس حليب، زدت لهم شويه لي زيبيس وشويه فرماج طري ونخلطهم. شوفوا العجينه كيفاش خمرت، كيفاش راهي شابه. نجيب بابي كويسون تاع ميرا بلوس نحطها في البلاطو تاعنا باش ما تلصقناش، نزيدو ثاني السميد ونبدو هكا نحلو فيها على حسب السنين اللي راه عندنا. نزيدو هذيك الكريمه اللي طابت وبردت شويه، ونزيدو فوقها هذاك الدجاج، تزيدو فرماج رابي وتدخلوها الكوشه على اعلى درجه. انا زدت من فوق اعشاب عطريه وتتحصلوا على اجمل بيتزا صوص بلونش تجربوها في حياتكم. اذا ما خبطوش عليكم الطابله وقالوا لكم هذا اجمل سباغيتي ذقناه في حياتنا، كاع ما تقولوش درنا لهم سباغيتي. كراتان سباغيتي يجي معسل مفرمج واحد البنه، غادي الا درتوه ما تبقاش كاع تخمو باش ديروا سباغيتي بالطريقه العاديه. ايا اللي راهم حايرين شي يديروا حشا تبعوني. نجيبوا طاجين نديروا فيه شويه تاع الماء الملح ونخلوه يغلي. والنخله معروفه بلي برودوي تاعها الشابين، وراهم زادوا لكم السباغيتي. واللي راهم مجربين صوالحهم غادي يعرفوا هذا السباغيتي 100% من القمح الصلب، انساو باش يتعجن لكم. درته وخليته يطيب. جبت هنا سكالوب في مقله، ملح حرور، شويه توابل تاع الجبن، شويه كركم وشويه تاع الملح. نخلطوا كلش ونزيدوا عليهم هنايا لاصوص طوماط، ونزيدوا 2 مغارف من هذاك الماء اللي طاب فيه سباغيتي، نخلوه يبقبق. مور ما طاب معنا داك السباغيتي شوفوا كي طاب حبه على حبه كاع ما يتلصقش معاكم. نخلطوه ونروحوا نديروا 2 مغارف تاع المارغرين، 2 مغارف تاع الفارينه، نخلطوهم مليح حتى ينشفوا، ونزيدوا عليهم كاس ونص تاع الحليب مع كاس كريمه الطبخ. الا ما عندكمش ديروا 2 كيسان ونص حليب، خلطوا مليح بالتدريج حتى تقال معاكم، شويه ملح شويه حرور، شويه لي زيبيس تاع الفرماج وشويه فروماج فوندو. نخلطوا مليح، نجيبوا داك السباغيتي نحطوه في لي رامكا ولا اي حاجه تدخل للكوشه، نزيدوا من فوقها هذيك البيشاميل بالفرماج، تعطيه واحد البنه وواحد التعسال بزاف شباب. نعمروهم كاع، نزيدوا ثاني فروماج رابي الا كان عندكم ديروه، وندخلوهم للكوشه يطيبوا غير من الفوق. لاخاطش ديجا كلش راه طايب وتتحصلوا على اجمل سباغيتي في الكوشه، وغير زيدوا الكميه غادي البلاي اللي حسوه.